السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده هعمل كذا تورته كده من تورته العلبة، هعمل كنافة كمان بالمانجا، بس كل ده يعني خارج الفيديو بتاعي. تورته العلب. تمام. عملت الاسبونشات وجهزتها كلها. عملت 2 من الابيض و2 من البني. تمام، 2 شوكولاتة و2 فانيليا. والسبونج ده اسبونج بيتي، خلاص وديعا السبونج جاهز، بقى غالي جدا والاسعار بقت موت. فبدأنا ان احنا نعمل اسبونج بقى البيتي، وانا يعني من قبل الغلا وانا بعمل اسبونج بيتي بيطلع بصراحة تحفة احسن من اللي بره. واللي بره دلوقتي بتحتاجي انت تحطي له محسن جل زي ما بتحطي للبيتي بالظبط. فانا بجيب دي ابيض عادي، الصاج اللي معايا ده عبارة عن 27 في 38 تقريبا، او ممكن تحطي في صاج 30 في 40، ممكن تحطي في صاج 40 في 60. المقدار اللي انا هقوله ده. هتحطي 300 جرام من الدقيق، وعليهم 200 جرام من السكر الأبيض الناعم حبيبات ناعم، وهتحطي كمان معلقة كبيرة من محسن الجل، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر أو كيك شيف اللي موجود عندك، كيس فانيليا. وهي البيض هتحطي 6 بيضات أو 5 اللي يريحك، الاتنين شغالين. تمام. وطبعا كوباية مية تكون ساقعة، مش كوباية كبيرة، لأ كوبايات عادية بتاعت الشاي اللي هي العادية. وابدأي ان انتي تضربي الخليط ده كويس جدا جدا جدا، وتكوني مسخنة الفرن على درجة حرارة مش أعلى درجة. ده السبونج ده لو هتحطيه في الصاج 30 في 40 هيعمل لك طبقتين. طبقتين من الكيكة، هيعمل لك كيكة عالية، فانت هتحطي على درجة حرارة 180، وهيقعد معاكي حوالي 15 16 دقيقة. تمام. بدأت بقى ان انا اجيب وكمان عملت كيكة الريد فيلفت، وكيكة الريد فيلفت دي بتاعة ماي واي. تمام، اللي هي العلب الجاهزة. بتجيبيها وبتتبعي التعليمات اللي موجودة على العلبة وبتنفذيها زي ما هي ايا كان بقى الشركة اللي انت جايباها. بدأت ان انا اعمل كريمة تشيز علشان اعمل بيها القبات بتاعة الريد فيلفت. كريمة التشيز بتجيبي الكريم الشانتيه وتحطي عليه آه، يعني نص كوباية من، يعني كوباية كريم شانتيه حطي عليها نص كوباية من الجبنة الكيري. هاتي بقى أي نوع انتي بتفضليه. وبتحطي طبعا سكر، شوية السكر بتوعك العادي على حسب التسكيرة اللي انتي عايزاها. وبتضربي بلبن برضو ساقع، يكون ساقع كويس جدا. ومسكت الريد فيلفت بتاعي برضو حطيته في الصينية الوسط دي، وقطعته طبقتين. وبدأت ان انا اقطعه مدور عشان خاطر احطه في الكبات دي. وهبدأ ان انا احط عليه من كريمة التشيز اللي انا عملتها. تمام. هنحط كده الريد فيلفت طبقة في الكب اللي معانا ده، ايا بقى إن كان الكب اللي انت جايباه مثلث مربع، عايز تعملي جاتوه مفيش مشكلة، كله هيمشي. بدأت ان انا احط بقى الكبات كلها، احط فيها الكيكة الطبقة الاولى. بعد كده هجيب انا ممكن اسقيه، بس انا مش هسقيه لان هو بيبقى كريم هش جدا. هجيب بقى معايا القمع اللي هو التب اللي هو ما فيهوش اي شكل، اللي هو السادة ده. وهبدأ ان انا اعمل كده بالكريم، كريمة التشيز. وهعمل في الكوبات كلها كده، وبعد كده احط الطبقة التانية زي انتوا ما شايفين. وهبدأ برضو من فوق اروح عاملة برضو بالكريمة التشيز كده. تمام. طبعا البواقي اللي اتبقت من التقطيعات ديت انا شلتها فرفتها كده، وهزوق بيها الاطباق من فوق. واي كيكات تانية ممكن تحتفظ بيها في الفريزر، وتزوقي اي كيكات تانية. ما تنسوش اللايك لو وصلتوا لحد هنا علشان يوصل لناس كتير، والفيديو يكبر بيكم. ده بقى الكيكة اللي انا فتفتها. وهبدأ ان انا احط كاندي من اللي هو على شكل التوت ده، في اسود واحمر. هبدأ ان انا احطه، بصراحة شكله بيدي شكل تحفة جدا، المنظر كان جميل. طبعا الكبات دي كانت طالعة معايا. تمام. وهعمل بقى ابتدي اعمل فيه تركيبات التورت. طبعا كيكة العلبة او تورتة العلبة عملناها مع بعض، وهي عبارة عن الاسبونج اللي انا وريتهولكوا ده في اول الفيديو. بدأت ان انا اشيل الطبقة اللي من فوق اللي بيبقى فيها كل زفارة البيض، شلتها. وقطعت الكيك بتاعي علشان خاطر ان انا ارتب العلب بتاعتي الابيض والبني. تمام. بس بعد كده بقى جبت كيسين من الحلواني او كيس تلاجة اللي يريحكوا، وحطيت فيها الكريمة على طول. عملت كريمة بني وعملت كريمة بالشوكولاتة بالكريمة بيضة. تمام. والكريمة البيضة بحط عليها نوتيلا بيضة، بتبقى تحفة جدا.
ودي اول علبة عملتها معايا، كانت كلها ابيض، كانت شوكولاتة، والحشو شوكولاتة، ومن فوق موز وكراميل زي انتم ما شايفين كده، وعين الجمل. تمام. طبعا كل التزويق ده طبعا على حسب رغبتك انتي، فانا ما حبيتش ان انا اجيب واطول الفيديو عليكي. انا بس مجرد ان انا وريتك الصور بس، والكبات اللي انا او العلب اللي انا رتبتها. دي برضو كانت كلها شوكولاتة، ومن فوق كده حطيت برضو صوص شوكولاتة، ومشيت خطوط كده، وكريسبي الذهبي ده، والكاندي برضو، واي حاجة بقى اي تزويق من فوق. اللي جنبه ده كان فيدج، كيكة فيدج. تمام. ودي كانت علبة برضو عملتها نص نص ونص، نص شوكولاتة ونص فاكهة. برضو كانت تحفة جدا. طبعا عايز تكتبي هابي بيرثداي مفيش اي مشكلة. دي كانت كلها ابيض. بصراحة انا بحب الكيكات اللي بتبقى بيضة، دي بتبقى مدية منظر رائع جدا بصراحة. بتبقى هادية خالص كده. جينا بقى تاني، دي برضو نص ونص، نص مانجا ونص شوكولاتة، وحطيت من كيكة الريد فيلفت كده من فوق. برضو كانت مدية منظر حلو. ودي شوكولاتة الرافايلو اللي انا قلت لكم عليها. ودي برضو كانت كلها بيضة، برضو الكونو والكاندي، ودي كانت كلها شوكولاتة. وده كده كان الفيديو بتاعي، ولو عجبكم ما تنسيش في اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.